السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. معكم دلجان ورجعت لكم مقطع جديد. هذا المقطع هو عن الديسكورد. في كتير منكم بيعرف الديسكورد وفي كتير منكم ما بيعرف الديسكورد بس سمعان فيه وما بيعرف إنه شلون يشتغل على الديسكورد. فاليوم شرحنا راح يكون على الديسكورد، يعني ما راح تكون لعبة بس إنه راح يفيدكم بالألعاب اللي عم يلعب على الكمبيوتر وحتى على الموبايل كمان. اتمنى تحط لنا لايك، واذا انت مالك مشترك اشترك وفعل زر الجرس مشان يصلك كل شيء عن القناة ومشان تكبر عائلتنا اكتر واكتر. هلا خلينا نبلش نحكي على الديسكورد. قبل كل شيء، انت اذا ما عندك ديسكورد وبتحب تنزل ديسكورد، انا راح انزل لك رابط. الرابط راح يكون بهذا الشكل. انت اول ما بتفوت على الرابط بيطلع لك بهذا الشكل، فانت بتجي اخر شيء موجود هون رابط الديسكورد. انت كل ما عليك تكبس عليه مباشرة راح يحولك لهون. حلو. بس حولك لهون انت بتساوي لها داونلود. الخطوة الثانية، اللي ما عنده ديسكورد ابدا واللي ما عنده اكاونت، لانه اذا انت ما عندك اكاونت ما بتقدر تفوت على الديسكورد. فانت كل ما عليك بعد ما تفوت لهون، او انت قبل ما تحمل كمان، بتجي لوج ان. هلا اذا انت عندك حساب، اكيد هون تحط الايميل او اسمك بالديسكورد وهون الباسورد. تمام. بس اذا ما عندك فانت كل ما عليك تيجي على ريجستر، يعني انك تساوي حساب جديد. هون بيطلب منك ايميلك وهون اليوزر نيم، الاسم اللي راح يطلع للعالم. وراح هلا راح اقول لك طريقه كمان انه انت بعدين شلون بدك تغير اسمك، يعني اذا ما عجبك هذا الاسم بعدين بتقدر تغيره. وهون بتحط الرقم السري. تمام. يعني كل شيء مبين، تاريخ ميلادك، وهون تعطيها كل شيء موافقه وكونتينيو. بعدين راح تجيك رساله على البريد وانت راح تعطيها موافقه، وبهذا الشكل صار عندك اكونت للديسكورد. حلو. هاي خطوات كلياتها خلصنا منها. بعد ما انت تساوي الاكونت وكل شيء بتساوي لها داونلود، وهي هي. هون خلصنا من كل شيء. هلا نجي على الديسكورد. هلا في شباب كانوا معلقين لي انه دلجان شلون بدنا نفوت على سيرفر مام كالو، دلجان شلون بدنا نحكي مع مام كالو وهاي الشغلات. حلو. هلا هذا هو الديسكورد. يعني الديسكورد انت بتشوفه مثلا، احتمال تشوفه صعب بس اسهل منه ما في. سواء كنت تشوف مثلا هذا على التليفون عم يشتغل، هذا مثلا على الكمبيوتر اللي مرسوم عليها إشارة تليفون معناتها عم يشتغل على التليفون، والباقي مثلا كمبيوترات. فأنا أغلب أصدقائي أكثرهم يعني هن على الكمبيوتر. حلو. تمام. هلا هذا السيرفر تبعي، رابط السيرفر تبعي كمان راح يكون تحت بالوصف. انت كل ما عليك بس تفوت على الرابط، الديسكورد راح يكون بالقناة بالوصف. اول ما بتفوت عليها مباشرة، اذا انت محمل الديسكورد مباشرة راح تجيك رسالة على الديسكورد انه انت بتحب تنضم لهذا الديسكورد، بتعطيها اوكي مباشرة انت بتفوت له. ايوه. هلا نروح على ايش؟ نروح على سيرفر مامكالو مثلا. سيرفر مامكالو بهذا الشكل. بعد ما انت تحمل الديسكورد مثل ما قلت لك كل شيء، على اليمين بتبين لك مين موجود فيه اونلاين ومين فيه اوفلاين كمان، يعني ببين لك الاوفلاين والاونلاين. هلا عدد الموجودين عند مامكالو كتير، مو مثل عندي انا. بتعرفوا انا عندي، انا انسان فقير. فشوف انا عندي هدول اوفلاين وهدول الاونلاين. وانت هون تقدر، هلا مثلا في منهم اوفلاين هن متصلين بس اوفلاين. شلون؟ هلا انا هون مساوي وضع عدم الازعاج، فانت بتقدر تساوي اونلاين او بتساوي حالك انه مثلا نعسان، وهون عدم الازعاج. وهون اذا اساويها مثلا انا كمان بفوت بين هدول اللي اوفلاين. يعني شوف هلا اسمي هون اختفى، بدي ارجع هيك، رجعت لهون. تمام. ففي عالم ما بتحب انه تحكي مع حدا وهيك، فبتساوي حالها اوفلاين بس هن بيكونوا موجودين. تمام. هي اول خطوه. هلا نرجع على سيرفر مام كالو. الشباب قالوا لي انه نحن شلون بدنا نتواصل مع مام كالو. هلا التواصل مع مام كالو بصراحه صعب، ما بتقدر تتواصل معه انت وحظك. ليش؟ لانه هلا مثلا انتم عم تشوفوا هالغرف، هدول هن الغرف الصوتيه، وهدول الشات. مثلا الشات العام، العالم اي واحد بيقدر يكتب هون. هدول المنبر. شوفوا هدول مثلا هذا عنده رتبة كبيرة، هذا كمان عنده رتبة أصغر من هذا بشوي، هذا يوتيوبر مثلا. تمام. فبيعطون هدول ممبرز، يعني هدول بس ممبرز ما عندهم رتب، بس انه عندهم رتبة انه هن بهذا الديسكورد. تمام. اما اللي فوق هدول بوتات، هدول اللي هون كلياتهم بوتات، بوتات السيرفر. يعني خلينا نقول مثلا في بوت الاغاني وفي بوت، يعني في بوتات مش مثل هذا. مثلا بوت الاغاني يعني الموسيقى، مثلا تعطيه اوامر بيعطيك الغنية اللي انت بدك اياها، بيحط لك اياها مثلا بغرفة من هالغرف. غرفة الاغاني ما بعرف اذا عنده غرفة اغاني ولا. الديسكورد عنده مو هالزيادة كبير بهذا الطرف، بس بصراحة هيك أحسن. هاي كمان خلصنا من هدول الموجودين اللي عنده رتب والأوفلاين والأونلاين كل شيء. تمام. هلا أنا ليش قلت لك إنه أنت ما بتقدر تتواصل معه؟ صعب لأنه هون أنت في غرف ما بتقدر تشوفها. مثلا هلا لو نجي لهون، هلا أنا عندي رتبة أعلى رتبة هون مو. هاي الغرفة مثلا. عندك غرف تانية كمان، في غرف
مو مسموح حدا يشوفها الا اذا عنده رتبة. يعني اذا انت ما عندك رتبة ما بتقدر تشوف هالغرفة. فعند مام كالو كمان نفس الحالة، في هون غرف صوتية انت ما بتقدر تشوفها، مشان ما تنضم لها مثلا، مشان الازعاج يعني، لانه مثلا احتمال هو عم بيصور او شيء، فداخل هو وصديقه عم يحكوا بالديسكورد، مشان ما حدا يزعجه فبيسويها غرفة خاصة ما حدا بيقدر يفوت لعنده على الغرفة. حلو. هلا ما بعرف اذا عنده في غرفة انتظار او لا، احتمال يكون في عنده غرفة انتظار، فهي شوف هي، انت لما بدك تفوت لهون اذا في حدا موجود بالغرف اللي انت ما عم بتشوفها احتمال يسحبك، فلما يسحبك انت بتحكي له قصتك مثلا، والله بدي اتواصل مع فلان وهيك وهيك. علي شلون؟ هلا نحن كمان هي غرفتنا بريبات، الشباب عم يلعبوا رينبو هلا حاليا، فموجودين بهاي الغرفة مشان ما حدا يزعجهم، لانه لعبة رينبو بتحتاج لصوت. اذا مثل ما قلنا انت اذا بدك تفوت على سيرفر مامكالو، اول ما بتفوت على الرابط تبعه بتكبس عليها بيحولك لهون، انت بتصير منبر مثل هدول. تمام. بعد ما تفوت لهون انت بتحب تحكي مع حدا مثلا، انا بدي افوت لهون، شوفوا انا فتت لهون، بس انا مكتوم، هنن كاتميني، انا شوف انا ما بقدر افتح المايك عن حالي كمان. احاول افوت على غرفة تانية كمان، دقيقة، هاي صوت، هاي كمان، هاي كونفيرم كمان نفس الحالة، ما بقدر احكي انا. تمام. الا اذا حدا يسحبني. انت اذا بدك تطلع من الغرفة هي عندك، هي بتطلع منها. تمام. هلا نعطيكم شي تاني كمان، انت اذا بدك تفتح لايف لصديقك، فهلا خلينا نجي لهون مثلا، انا بدي افوت لهون، شوفوا انا فتت لهون، بدي افتح لايف، بدي اعطي شاشتي لصديقي، فانا كل ما علي بكبس على هي شير يور سكرين، شوف بدي اعطيه السكرين تبعي. في عندك مثلا اول وحده بدك تعطيها هي شاشه كامله، او بدك تيجي لهون مثلا، لا هي مو شاشه كامله، هي انت ايش في عندك موجود يعني مثلا، هي السكرين هي، انا عندي شاشتين هلا، اذا بدك تفتح هي الشاشه وبدك تفتح هي الشاشه، حلو، انا عندي شاشتين لاني، فانتوا عيفكم من هي، بنيجي على الاول وحده. هي مثلا اذا انت فاتح لعبه، هلا اذا انا طالع مثلا هي لهون، ارجع لهون، شوف صار عندي وحده تانية، فهي احسن من كل شيء. ليش؟ هي بس انت بتعطيه الشاشه اللي انت بدك اياها. يعني مثلا هلا اذا افتح هي كمان، حلو، ها شوفوا فتحت هي كمان، ارجع لهون صاروا ثلاثه، فانا بدي اعطيه وحده مثلا، بدي اعطيه بس هي، بعطيها جو لايف. شوف انا هلا صرت عاطي لكل واحد موجود بهاي الغرفة لايف، بيقدر يشوفها. بدي سكر اللايف، بكبس على هي ستوب سكرين وخلص. بس هيك، فهمتوا علي؟ يعني كمان سهلة. واذا انت بدك تعطيه شاشة كاملة، الشاشة الكاملة اذا انت صديقك واثق منه، او بتعطيه شاشة كاملة، مثلا انا بدي اعطيه هاي الشاشة وهي جو لايف، شوف انا هلا اعطيته شاشة كاملة، شو ما اشتغل على سطح المكتب راح يبين هون، شو ما اشتغل. هاي كمان خلصنا منها. هلا نجي على تغيير الاسم، يعني انت شلون بدك تغير اسمك بالديسكورد اذا مثلا اسمك مو عاجبك، فانت كل ما عليك تيجي على اشارة الضبط هون، بعدين تيجي على ماي اكونت انت موجود فيها، وفي عندك هون شوف انا مكتوب اسمي دلجان، تكبس على edit وبتغير اسمك بالبروفايل. هاي بالنسبة لتغيير الاسم قلنا. هلا نجي على الفويس فيديو، لانه في عالم بتصير معاهم مشاكل بالصوت او بالسمع مثلا، فهون مثلا المايك، فانا مثلا انا عندي هلا كم مايك، واحد اثنين ثلاثة اربعة، هدول المايكات، فانت بتختار المايك اللي انت بترتاح عليه او بيكون مثلا واضح اكثر، بتختاره من هون. وهون عندك مثلا السماعة، هلا انت اكيد راح تكون عندك سماعتين، سماعة الشاشة والسماعة اللي انت عم تستعملها. هلا هدول الشغلات الاساسيات نحن عرفناهم، يعني الديسكورد بصراحة سهل ما بده اي شيء تاني. الشغلات التانية اللي موجودة بالضبط هدول انت ما بدك اياهم، انت اهم شيء عندك الفويس فيديو، هي اذا صار عندك مشاكل بالصوت او المايك، وعندك ماي اكونت اذا انت بدك تغير الاسم. في شغلات تانية كمان بصراحة يعني انت ما بدك اياها، لانه انت بس الديسكورد بدك يعني مشان ايش؟ مشان صلة التواصل، هي خاصة لالعاب الديسكورد اكتر شيء، هو بيصير لكل شيء بس هو خصوصي للالعاب. اذا بتحب تفوت معنا على الديسكورد، رابط الديسكورد تبعي كمان راح يكون بالوصف، اهلا وسهلا فيك. ومثل ما قلت لك، اذا انت بدك تفوت على حي غرفة مثلا هدول الغرف المفتوحة، انت كل ما عليك تكبس على الغرفة هي انت فتت عليها. هلا مثلا اذا انت بدك تسكر صوتك مشان ما حدا يسمعك، فانت كل ما عليك تكبس على المايك، هيك انا شقد ما بحكي فانا هلا عندي مكتوم، عندي صوت مكتوم، ما بقدر احكي مع حدا. وصاحب السيرفر كمان نفسه بيقدر يعطيك كتم، مشان مثلا اذا في اشخاص مرات بفوتوا وبيساووا مشاكل، فانت كل ما عليك بتيجي لهون سيرفر مود مثلا، تعطيه هيك، خلص هلا صار، شوف صار احمر، صاحب السيرفر نفسه عطاه ميوت، يعني هو ما بيقدر يفتح الميوت عن حاله. حلو. هي بفتح الميوت. اذا انت بدك تسكر السماعة كمان، بتسكر هي، بس سكرت السماعة المايك معه بيتسكر، يعني انت لا انت بتسمعهم ولا هم بيسمعوك.
هي للخصوصية او شي. مثلا اذا انت عم تلعب اجا حدا من اخواتك لجوا الغرفة او امك ابوك اجوا مثلا ما بتحب حدا يسمع، انت كل ما عليك يا تسكر المايك يا تسكر اثنيناتهم مع بعض. حلو. هي كمان بالنسبة للصوت مشان الخصوصية وهاي الشغلات. فمثل ما قلت لكم هذا هو السيرفر تبعنا، إذا حدا يحب يجي لعنا على السيرفر أهلا وسهلا. وإذا عندك أي استفسار تعال على الديسكورد، وأنت كل ما عليك يا تراسلني يا فوت على غرفة صوتية من هالغرف. إذا الشباب موجودين كمان هدول الشباب كلهم بيعرفوا بالديسكورد وهاي الشغلات، فراح يساعدوك 100%. فهذا كان المقطع اليوم يا شباب. المقطع ما كان طويل وما كان عن اللعبة لا تواخذوني، انه هو كان شرح ديسكورد، لانه في كتير عالم بصراحة ما بتعرف، سمعانين فيها بس ما بيعرفوا شي عنها. فهذا كان شرح بسيط، يعني شرح اقل من بسيط كمان عن الديسكورد. فهي نهايتنا للمقطع. بتمنى المقطع عجبكم نال رضاكم. بشوفكم مقاطع فيديوهات جاي. لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.